انا لحد دلوقتي مش مصدق ان محمود عبد العزيز ما خدش اوسكار على الدور ده، مش بهزر والله. شخصيه الشيخ حسني في فيلم الكيت كات واحده من افضل الاداءات التمثيليه في تاريخ السينما المصريه وفي تاريخ السينما عموما. يعني الشيخ حسني في فيلم الكيت كات شخصيه مليانه تفاصيل ومعاني كتير، مش مجرد شخصيه عاديه. هو بيعكس حاله المجتمع المصري في وقت صعب جدا، مجتمع مليان بتناقضات بين الضحك والحزن وبين الجد والهزار. محمود عبد العزيز لعب الدور بعبقريه شديده وخلى الدور يفضل محفور في ذاكره السينما المصرية. الفيلم بيبدأ بمشهد والشيخ حسني قاعد مع شلة الأنس أصحابه بيحششوا، فواحد من اللي قاعدين معاه بيسأله أنت عميت إزاي يا شيخ حسني؟ فالشيخ حسني بيبدأ يسرد لهم قصة بعيدا عن سياق السؤال اللي اتطرح، في محاولة منه رفض لمعنى السؤال، عشان يختم في نهاية القصة اللي حكاها بكلمة راح النور. فالراجل بيقول له عميت، فالشيخ حسني بيرد عليه ويقول له اسمها راح النور مش عميت يا حمار، خلي عند اهلك نظر، انا بشوف احسن منك في النور والضلمه كمان. راح النور عميت، راح النور يا حمار مش عميت، خلي عند اهلك نظر. كلمة خلي عندك نظر تبان مجرد كلمة عادية، لكنها مش مجرد كلمة عابرة والسلام بتتقال، كلمة فيما معناها ان الشيخ حسني شايف اللي الناس مش عايزة تشوفه ولا تعترف بيه، شايف السواد اللي بيتمثل في صمت وعجز الناس وقلة الحيلة. هو مش مجرد شخصية مرحة، لكنها شخصية فلسفية بتوصل رسائل عميقة من خلال الكوميديا. الشيخ حسني بيضحكنا لكنه في نفس الوقت بيوجعنا، بيخلينا نواجه أسئلة عن الحياة، ايه اللي بنشوفه وايه اللي مش شايفينه؟ هل العمى جسدي بس ولا في ناس كتير شايفين لكن عايشين في عماهم؟ ابداع وعبقرية المخرج داود عبد السيد في الفيلم ده فاقت كل الحدود. دايما طول الوقت كان مركز في كادرات والوان معينة عشان تعكس حالة الناس في منطقة الكيت كات وتعبر عن مدى اليأس والاحباط اللي محوطهم. والصورة دايما كده كانت مايلة ناحية السوداوية والكآبة، في اجابة واضحة وصريحة من داود عبد السيد ان الصورة دي اللي بتعبر عن معنى حياتهم. الشيخ حسني شكليا هو راجل فاقد لحاسة البصر، لكن في الحقيقة هو اكتر حد شايف المجتمع بوضوح، شايف الفقر وشايف الظلم والفساد، ولا كمان بيتعامل معاهم بسخرية. العمى هنا مش مجرد حالة جسدية، هو طريقة تناول الفيلم اللي بيقول من خلالها ان كتير من الناس شايفين بعينيهم لكن عايشين في غفلة، مش شايفين السواد والضلمة اللي شايفها الشيخ حسني، او يمكن شايفينها بس مش معترفين بيها زيه. عمى الشيخ حسني مش مجرد تمثيل او خدعة، المخرج داود عبد السيد خلى عماه يبقى ليه معنى اكبر، كأنه بيمثل عمى الناس عن الحقيقة. الشيخ حسني عنده فلسفة بسيطة، عيش النهاردة وما تفكرش في بكرة، وده ظهر في تصرفاته العشوائية، زي لما قرر في مشهد ان هو يسوق الموتوسيكل وهو مش شايف، هو عارف ان هو ممكن يخبط او يقع لكن ده مش فارق معاه لاني ببساطة مش عايز يفكر في الحاجات دي. طريقة تناول داود عبد السيد لشخصية الشيخ حسني اللي اخدها من رواية مالك الحزين لابراهيم اصلان كانت عبقرية بمعنى الكلمة. طول الوقت كان بيظهر شخصية الشيخ حسني اللي بيحاول يضحك على نفسه وعلى الناس حواليه، زي لما كان بيتكلم كأنه شايف، او لما كان بيحاول يقنع الناس ان هو عنده فرص واحلام رغم ان هو عارف الحقيقة بس مش قادر يعترف بيها. طريقة نكرانه في التعامل مع إحساسه بالعجز وهروبه من مشاكله بالغنى وعزفه على العود أو شربه للحشيش. الحشيش في الفيلم ده كان رمز من رمزيات داود عبد السيد عشان يعكس بيه محاولة الهروب من قسوة ومرارة الواقع، بحيث يعبر عن تمرد الناس على حياتهم التقليدية وصعوبة العيشة وانعدام الفرص وضيق الحال. المزيكا بالنسبة لحسني هي الحياة، بيعزف ويغني كأنه بيهرب من واقعه أو بيحاول يعبر عن اللي جواه بطريقة الناس تفهمها. المزيكا في الفيلم كانت أداة للتواصل وأحيانا للصمت اللي بيوصل اكتر من الكلام. فيلم الكيت كات مليان رموز وحاجات بتوصل معاني عميقة من غير ما تتقال بشكل مباشر، وده اللي خلى الفيلم يبقى ايقوني وعايش مع مرور الزمن. الشيخ حسني رغم فقدانه البصر لكنه بيتمتع ببصيرة داخلية ووعي عميق بواقع الحياة من حواليه، وده يعكس فكرة ان الادراك الحقيقي لا يعتمد فقط على الحواس. داود عبد السيد عشان يحسم الجدل حوالين بصيرة الشيخ حسني بيظهر شخصية الشيخ عبيد الأعمى التقليدي بنضارته وعصايته اللي بتفاديه من ان هو يقع او يخبط في حيطة، وعلى الجانب الثاني الشيخ حسني اللي بياخد بايده عشان يوصله، واحد اعمى معترف ومتعايش مع عجزه، والاخر متمرد على ضعفه وقلة حيلته وغير مدرك بمشكلته ولا متصالح معاها. كل شخص في الحي بيشوف الشيخ حسني بطريقة مختلفة، في اللي بيشوفه مجرد اعمى مسكين وفي اللي شايفه عبقري ساخر بيقدر يعبر عنهم. علاقته بجيرانه مليانة مشاهد كوميدية وتراجيدية بتكشف حقيقة الشخصيات وحقيقة المجتمع اللي هم فيه. حي الكيت كات كان بيعكس الطبقة الوسطى المصرية بتناقضاتها
تناقضاتها وطموحاتها وأزمتها الاقتصادية والاجتماعية. ده كمان غير علاقة الشيخ حسني بابنه يوسف اللي فيها صراع كبير. يوسف الشاب اللي عايز يهرب من واقع الحي اللي عايش فيه إلى أوروبا، وده عكس الشيخ حسني اللي مستسلم للواقع وبيتعايش معاه بطريقته، ومع ذلك في حب واضح ما بينهم حتى لو ما كانوش بيعرفوا يعبروا عنه بشكل مباشر. مشكلة يوسف مع أبوه اللي كان دايما بيقولها طول الفيلم إن أبوه مش عايز يصدق ولا يقتنع إن هو أعمى. الشيخ حسني اللي كان دايما مصدر صورة الراجل اللي دمه خفيف صاحب النكت والإفيهات، في لحظة ضعف بيقرر يقلع الوش ده قدام عم مجاهد في واحد من ماستر سين الفيلم، واحد من أفضل مشاهد السينما المصرية. في لحظة بنشوف فيها صورة راجل حزين مسكين حاسس بضعفه وعجزه وقلة حيلته، لما الشيخ حسني قرر يقلع عباية الضحك والهزار والسخرية اللي دايما كانت ملازماه، ويشكي همومه اللي كان مخبيها ومش بيحاول يظهرها لحد. لكن كانت المفاجأة ان في المرة اللي قرر فيها الشيخ حسني يحكي همومه ويفضفض ان مفيش حد كان سمعه. عم مجاهد ميت وما سمعش كلمة من اللي قالها حسني، عشان بعد كده الشيخ حسني بيشيل عم مجاهد ويحطه على عربية الفول ويمشي بيه عشان يدفنه. عشان تشوف الكادر العظيم ده من داوود عبد السيد. عم مجاهد الميت شايله الشيخ حسني الأعمى، ميت شايله أعمى وماشي بيه مع عبقرية الموسيقى التصويرية اللي بتتزين المشهد من راجح داود في واحد من أعظم المشاهد اللي ممكن تشوفها عليك. وما أعتقدش إن في أحلى ولا أفضل من المشهد ده أختم بيه كلامي. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم واستمتعتم بيها، وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيساعد إن الحلقة توصل لأكبر عدد من الناس، وتعملوا سبسكرايب لو المحتوى بتاعي عجبكم وعايزين تشوفوني تاني. وياريت يعني تساعدوني إن أوصل ل1000 مشترك قبل نهاية السنة. عارف الموضوع صعب بس مفيش حاجة مستحيلة قدامكم. ويلا اشوفكم في حلقة جديدة على خير. سلام. احمد مكي اسمه وحده يكفي، واحد من الفنانين اللي مفيش من نوعيته كتير في مصر، بيمثل بيخرج بيألف بيغني راب، صاحب افكار مترقعه معجون بالكرياتيف والابداع بمعنى الكلمه. مكي شبهنا كده، ابن بلد زينا وطالع من حته شعبيه زي الطلبيه، معتز باصله جدا، قريب من الناس دايما مش بيحاول يبعد، وده اللي مخليه ليه معزه زياده كده في قلوبنا، عارف بالظبط من فين يوصل للناس. دماغه مترقعه جدا بافكار جديده سواء كان على مستوى الراب وكليباته اللي دايما بيبقى فيها مسج وموضوع قريب من اغلبيه الشعب، شبهنا بالبلدي كده. فطين، ميشو، عبودة، رمزي، كل دي أدوار أبدع في تجسيدها الفنان الموهوب سامح حسين. كل الحاجات دي لسه عايشة معانا لحد دلوقتي وبنحبها وبنرجع نشوفها تاني، مش بنمل منها. سامح حسين من نوعية الفنانين اللي تحس إنه قريب منك كده، مش زي اللي بتحسه مع نجوم كتير. أما تشوفه في أي فيلم أو مسلسل تحس إنه حد من عيلتك، أخوك، خالك، صاحبك، حد قريب منك كده، ما تحسش أبدا إن هو ممثل بتشوفه في التلفزيون. الشخصيات اللي قدمها دايما بتلمس قلوبنا لأنها فيها صدق وإخلاص وتفاني وموهبة. سامح حسين من الفنانين اللي جابتها من تحت أوي، تعب في حياته كتير. أبوه ما كانش ممثل عشان يشغله، ولا خاله مخرج، ولا عمه منتج، ملوش أي واسطة. كل اللي وصله ده نتيجة تعبه واجتهاد طول سنين حياته، مفيش حاجة جت معاه صدفة وحظ. سامح حسين اللي حب الفن والتمثيل من خلال مسرح الجامعة في كلية حقوق، واللي من خلاله عمل مسرحيات كتير على مسرح الجامعة.